مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اول فيديو في القناة بتاعتي الجديدة اللي هنتكلم فيها عن ترشيحات الافلام والمسلسلات من وجهة نظري الشخصية التي لا قيمة لها اكيد. بس هنتكلم عن افضل افلام ومسلسلات انا شفتها في حياتي، وخصوصا برضو الرعب. انا عاشق لافلام الرعب، والناس اللي بتحب افلام الرعب ليهم عندي مفاجآت كتيرة جدا. فياريت لو بتحبوا المحتوى السينمائي والافلام والمسلسلات ياريت تتابعوني وتدوسوا لايك على اي فيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش كل جديد. معاكم محمد العايدي، ويلا ما نضيعش وقت وندخل في الموضوع على طول. النهاردة هنتكلم عن أحسن 8 أفلام بقاء على قيد الحياة من وجهة نظري الشخصية. هتقولي مش معنى 8 أفلام، صح؟ هتقولي كده صح؟ أكيد. هقول لك بصراحة هي جت معايا كده، يعني معلش هي جت معايا كده مرة واحدة كده، لقيت 8 أفلام جم في دماغي وقلت أقولهم، يعني معلش. وعلى فكرة دي سلسلة، يعني إحنا هنقدم سلاسل أفلام كتيرة بعد كده، يعني ممكن مثلا يعني دي بالنسبة لي هتبقى الجزء الأول للسلسلة دي، يعني هنقدم جزء تاني والتالت وهكذا، وخصوصا برضو في الأفلام التانية زي أفلام الرعب وأفلام الأكشن والمغامرة وغيرها. يلا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. معانا أول فيلم في السلسلة بتاعتنا وهو فيلم بي 2 اللي اتعمل سنة 2007، والفيلم بيتكلم عن اسم المكان اللي اتسمى به الفيلم وهو جراج. بي 2 الدور الثاني من الجراج. ايه قصة الفيلم؟ قصة الفيلم عن موظفة شغالة في ليلة راس السنة، في الوقت اللي كل الموظفين فيه مشيوا او منهم اللي واخدين اجازات، بتبدأ ان هي تسيب شغلها وتمشي. مش بتسيب شغلها خالص، يعني ان هي هتمشي هتروح يعني. فبتفوجئ ان كل الابواب مغلقة والجراج مقفول في الوقت اللي هي كانت طالبة فيه تاكسي عشان تروح، فما كانتش عارفة تخرج، فاتفاجئت ان هي محبوسة جوه المكان ومش عارفة تتصرف ازاي. وبتتفاجئ ان في شخص معاها جوه المكان وبيبدأ يطاردها، وبنشوف اعظم واروع مشاهد المطاردة اللي ممكن تشوفها في حياتك. طب ليه الشخص ده بيطاردها؟ ده اللي هسيبه لكم تشوفوه في الفيلم، مش هحرقه لكم. بجد من احسن الافلام اللي ممكن تشوفها. معانا الفيلم التاني وهو فيلم المطاردة هش اللي اتعمل سنة 2016. بيتكلم عن مؤلفة كتب ناجحة فقدت قدرتها عن الكلام والسمع، فبتبدأ تألف كتاب ليها جوه بيتها. بتلاقي نفسها محاصرة من شخص مقنع بيبدأ يطاردها طول مدة الفيلم. بنشوف أروع مشاهد الهروب في الفيلم ده، وهتشوف ازاي هي هتتصرف بالرغم ان هي فقدت القدرة على الكلام والسمع. بتبدأ تشوف هي ازاي هتتصرف. طب ايه قصة الراجل المقنع ده؟ ليه بيطاردها؟ ده اللي هسيبه لكم تشوفوه في الفيلم. ونيجي على تالت فيلم في السلسلة وهو الفيلم الأسطوري لتوم هانكس اللي اسمه كاست أواي اللي اتعمل سنة 2000. أصلا المفروض الفيلم ده ما يتحطش في السلسلة عادي كده، المفروض يتعمل له فيديو لوحده حرفيا بجد من كتر عظمة الفيلم ده. الفيلم ده حاصل على الأوسكار. أنا عارف إن هو قديم، اتعمل سنة 2000، بس ده بجد اللي ما شافوش الفيلم ده فايتهم كتير جدا يا جماعة بجد. كفايه ان توم هانكس الممثل العظيم ده الاسطوري ده، انا عارف ان انا بافور، ممكن بالنسبه لك تشوف ان انا بافور، بس بجد لما تشوف الفيلم ده هتحكم، هتشوف هل انا بافور ولا لا. كفايه ان هو مثل ساعه ونص كامله طول مده الفيلم لوحده. لوحده بطوله كده طول مده الفيلم لوحده. هتقولي ازاي لوحده؟ هتشوف. كفايه ان هو خلاك تتاثر بكوره، كوره لعبه كده جوه الفيلم ممكن تعيط بسببها حرفيا. اصلا في فيلم تاني للممثل العظيم ويل سميث حاول يمثله، كان اسمه كولاترال بيوتي. كان حاول يمثل لوحده برضه بس فشل، وده بيبين لك عظمة الفيلم ده. قصة الفيلم عن موظف مسؤول عن البضائع وحل مشاكل العملاء شركة فيديكس العالمية. بيبدأ في أوقات شغله بيسافر بالطيارة اللي فيها البضائع، الطيارة تتعرض لمطبات هوائية بتسبب انفجار المحرك، فبتبدأ تقع في المحيط الهادي، فمات كل اللي فيها ما عدا تشاك اللي هو توم هانكس يعني. فبيلاقي نفسه جوه مركبة هوائية بتبدأ توديه لحد جزيرة معينة يبدأ يستقر عنها ويقضي حياته كلها فيه، مش حياته كلها يعني، لحد ما يتم إنقاذه. فازاي هتبدأ تشوف هيتصرف ازاي لوحده وهيعيش ازاي لوحده؟ ده اللي هسيبه لكم تشوفوه في الفيلم.
وبجد الفيلم بيعلمك رسالة مهمة جدا، ان انت ما تستسلمش مهما يحصل. يعني شوف هو ازاي هيتصرف وهيعيش لوحده بالرغم كل الظروف السيئة اللي حواليه، مفيش اكل مفيش شرب، هيتصرف ازاي، هيعمل ايه عشان يجيب اكل لنفسه ولا شرب لنفسه، وكل الظروف المحيطة اللي حواليه دي شوف هو هيتصرف ازاي. فبحب انا اصلا الافلام اللي فيها رسالة جوه الفيلم. نيجي على رابع فيلم في السلسلة وهو فيلم نو سكيب اللي اتعمل سنة 2015. قصة الفيلم عن جاك مهندس تصليح محطات المياه، بيبدأ يتنقل هو وعيلته في فندق في دولة من دول آسيا، فبيكتشف إن في انقلاب للشعب على الحكومة، وبيبدأوا يطاردوا كل الجهات الحكومية ويقتلوا فيهم في الشارع. وفي الوقت ده كان هو بيتسيب عيلته في الفندق وبيتمشى في الشارع، لقى المنظر ده فقرر ان هو يهرب. رجع ناحية الفندق تاني، لقى ان نفس المجموعة دي او مجموعة مماثلة ليها يعني بيحاولوا يقتلوا واحد امريكي. ففي الوقت ده وهو جاي يطلع الفندق لاحظوه، فطبعا بنلاقي ان هم بيسيبوا اللي في ايديهم ويروحوا يجروا وراه. فطبعا بيتم اقتحام الفندق، وبتشوف بقى ازاي هو هيتصرف وازاي هينقذ عيلته. بجد من اروع الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. معانا الفيلم الخامس وهو فيلم هوتيل مومباي، وهو مستوحى من قصة حقيقية اتعملت سنة 2008، وهو بيتكلم عن الهجوم الإرهابي لمجموعة متطرفة من باكستان على فندق في الهند، اللي تسببت بمقتل 151 بني آدم وغير طبعا الجرحى والمصابين. طبعا الفيلم ده قصة حقيقية، وتسببت المشكلة دي بمشاكل كبيرة بين الدولتين لحد دلوقتي. فهتتعرف على مجموعة من الشخصيات، هتبدأ تتعاطف معاهم وهتشوف ازاي هم هيتصرفوا، وهتلاقي مستوى تمثيل وأداء تمثيل بأعلى الدرجات وأحسن أداء تمثيل ممكن تشوفه في حياتك من الممثلين. معانا سادس فيلم في السلسلة وهو فيلم ذا شالوز، اللي بيتكلم عن نانسي وهي بتحب رياضة ركوب الأمواج، فبتبدأ تروح تمارس الرياضة دي في أحد الشواطئ، فبتتعرض لهجوم من سمكة قرش. طبعا ده من أفلام الرعب النفسي العظيمة، اللي من أحسن الأفلام الهجوم بتاع القرش اللي ممكن تشوفها في حياتك. فهي هتتصرف إزاي؟ هتبدأ تستقر على صخرة وتبدأ تحاول تتصرف بإن هي تهرب من سمكة القرش. طبعا المستفز في الفيلم ده ان هو بالرغم من قرب مسافة الامان، قرب مكان الامان اللي هو الشاطئ، الا ان هو يستحيل حرفيا الوصول اليه. وده من الافلام اللي ممكن تقول ان هي تديك رسالة مهمة، وهي زي الفيلم اللي احنا قلنا عليه قبل كده بتاع كاستاوي، اللي هي ان انت ما تستسلمش مهما يحصل. انا شخصيا بحب الافلام اللي فيها رسالة، ودي فعلا من الافلام الجميلة اللي ممكن تسبب اثر في حياتك. ده غير ان الموقف ده ممكن اي حد فينا يتعرض له، ده غير ان هو اصلا حصل في الحقيقه، يعني حصل في الغردقه لمجموعه من السياح، وانتم طبعا عارفين الموقف ده، وفي ناس كتير ماتت بسبب سمكه القرش اللي هجمت عليهم في الغردقه. نيجي على سابع فيلم في السلسله وهو فيلم فيكنسي اللي اتعمل منه جزئين. انا بتكلم عن الجزء اللي اتعمل سنه 2007، ده الفيلم اللي انا برشحه لكم. طبعا الفيلم الجزء الثاني حلو برضه، بس يعني بالنسبه لي 2007 هو الافضل. بيتكلم عن ديفيد وإيمي مراته أثناء طريقهم وهم ماشيين مروحين البيت بالعربية، بيتفاجئوا بحيوان بيعترض طريقهم، فبيبدأ ينحني المسار بتاعه ويمشي في مكان تاني فبيتوه. فبيحصل عطل في محرك العربية وهم ماشيين، فيقرروا ان هم يستقروا في مكان وبيلاقي فندق جنبهم. طبعا بيستقروا يدخلوا فيه. طبعا الافلام دي القصة دي ياما شفناها قبل كده في أفلام، بس أنا ما عنديش مشكلة من تكرار نفس الفكرة بس مع اختلاف التنفيذ، يكون التنفيذ مختلف وبجودة أفضل. وطبعا ده من أحسن الأفلام اللي ممكن تشوفوها. طبعا بيروحوا الفندق، بيكتشفوا إن مجموعة أصحاب الفندق هم مجموعة سفاحين حقيقيين، يبدأوا يقتلوا أي شخص بيروح يستقر عندهم جوه في الفندق. من أفضل أفلام الرعب النفسي اللي ممكن توترك، اللي ممكن تشوفها في حياتك حرفيا. نيجي على آخر فيلم في السلسلة وهو فيلم تيل ديث اللي اتعمل سنة 2021 للممثلة ميجان فوكس، اللي عملت قبل كده فيلم نينجا تيرتس لو تفتكروا. وهو تمثيلها بصراحة في الفيلم ده فاجئني بجد، تمثيلها عظيم في الفيلم ده. وهتشوف في الفيلم ده من أعظم مشاهد المطاردة اللي ممكن تشوفها في حياتك. هو بيتكلم عن قصة غير تقليدية، وهو إن زوج بطلة ممثلة ميجان فوكس، بصراحة عشان أكون صريح معاكم مش فاكر اسمها إيه تمام. المهم
بيحاول ان هو يقدم لها مفاجأة، وهي ان هو يقتلها في عيد جوازها بطريقة غير تقليدية، بان هو بياخدها في بيت ثلجي حوالينه اماكن ثلجية مش محاط بيهم اي بني ادمين، فبيبدأ يحاول يقتلها، وبنشوف اعظم مشاهد الهروب اللي ممكن تشوفها في حياتك. وبكده تكون دي نهاية حلقتنا، اتمنى ان هي تعجبكم. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش كل جديد. معاكم محمد العايدي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا.